اهلا بيكم في ظبط نوايا. كتير ناس بتسألني في شخص في حياتي انا بعمل معاه كل خير، بعامله بكل محبة وبكل ذوق، وبديله وبعمله 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 تساعد حاجات كتير قوي، وفي المقابل الشخص ده مش حابب ان يكون في علاقة بيني وبينه، ما بيدينيش حاجة، ما بيرجعليش اللي انا طبعا ما بيقولوش بالشكل ده، بس هما بيعني كده. فانا بكل بساطة بقول لهم خلاص، آه، اقطعوا العلاقة او مش تقطعوها، يعني على قد ما هو عايز يتعامل اتعاملوا، ما تدلوش بزيادة، ما تدوش للشخص اللي مش عايز يديكوا. طبعا الكلام ده بيجي يقولولي طب كده المحبة هتفطر وكده العلاقة هتنتهي، وده مش صح، المفروض ان احنا نكسب الاخر. فبرجع افكر في الموضوع واقول لكم طب تمام، انتوا لو عايزين تدوا وعايزين المحبة تستمر يبقى ما تستنوش مقابل. في طرف، يعني العلاقة تبقى بناء عن طرفين مش عنك انت بس، فالطرف اللي قدامك مش عايز العلاقة دي، مش يعني اكيد مش هنجبره عليها يعني. فمش انت المتحكم في الموضوع، لان في شخص تاني هو مش عايز العلاقة، فخلاص انت بتدي، وفكرة انك بتدي ومش بتاخد تعباك او بما انك اصلا عديت وقلت انا اديت واديت واديت وعملت وعملت، يبقى انت كده مستني مقابل، يبقى انت بتفكر في اللي بتديه، ما بتعملش الخير وترميه في بحر. فمعنى كده انك مش محتاج تشتغل على نقطة انك ما تبقاش محتاج اصلا حاجة من حد، او تبقى بتدي ومش مستني مقابل، تبقى بتحب الشخص اللي قدامك حب بلا شروط، لو هنتكلم بقى في الصح. لكن مش تديله وتستنى مقابل، ولا ما مديتش مقابل تيجي تزعل فتتعب نفسيا، وانا بعمل وبعمل وبعمل وهو ما بيعملش. لا، يبقى ما تعملش. مادام انت مش قد الحب ده، خلاص اقبل شكل العلاقة اللي هو عايزها. طب كده انا بعامله بمعاملته؟ لا، انت مش بتعامله بمعاملته، هو مفيش معاملة اصلا، هو شخص مش عايز ان هو يتعامل معاك، فخلاص يعني الدنيا بسيطة يعني. بس كده، شكرا ليكم، سلام.